وقال له ايه يا عم، ايه يا عم اللي انتوا عملتوه معانا ده يا عم؟ انا طالب منك ان انت تلعب كده قدام الاهلي كمان زي ما لعبت كده قدامنا، يعني مش قدامنا بس. وبعدين ايه الغل ده؟ ايه الغل اللي كانوا بيلعبوا اللعيبه بيه ده؟ كسرتونا ودغدغتونا، حرام عليكم. هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ ومكلفين نفسنا وقطر ووجبات وجايبين مشبك واحنا جايين. هو ينفع كده؟ طبعا ده لسان حال كل الزملكاويه، مش فيريرا بس. فيريرا اكنه بقى زملكاوي ابن زملكاوي عايش في نادي الزمالك في 100 عقبه من 50 او 60 سنه، يعني من وهو نونو. نفس كلام الزملكاويه فيريرا لخصه في جملة واحدة لأيمن الرمادي، والجملة دي هي سبب اختلاف الأهلي عن الزمالك على مر العصور. أو الجملة دي بالذات ماسكينها الزملكاوية، إن في تفرقة بين الأهلي والزمالك في كل حاجة، حتى في المدير الفنيين بيعاملوا الأهلي غير الزمالك، بيسخنوا لاعيبتهم قدام الزمالك أكتر من الأهلي. في الإعلام هكذا. في الدولة ذات نفسها بتساند نادي الأهلي عن نادي الزمالك. هو الراجل قال له العب كده قدام الأهلي بس زي ما لعبت كده قدامنا. ملخص 100 سنة تفرقة بين الأهلي والزمالك، أو هما اللي في عقولهم الجملة دي، إن في تفرقة في كل حاجة بيتعامل بيها الأهلي عن نادي الزمالك. فيريرا رخصها في جمله واحده. ايمن الرمادي ما عرفش يرد عليه ويقول له ايه، يعني الصراحه يعني حاجه مستفزه جدا. الراجل قال له احنا بنلعب كده قدام الفرق كلها، ومش الاهلي بس، بنلعب كده قدام الفرق، ده سيستم الفرقه، بنلعب للمكسب، ما بنترصش ورا قدام الجون وندافع، احنا جايين بنكسب. ثم انت جاي لي على ملعبي وعايز تكسبني كمان؟ ما عادش الكلام ده يا بيه. فدي رساله قويه جدا للنادي الاهلي في اسوان. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. رساله قويه من ايمن الرمادي مارسيل كولر، حافز قوي جدا للاعيبه النادي الاهلي في مباراتهم امام اسوان. حد يسالني يقول لي ايه رايك في الكلام اللي فيريرا قاله ليه ايمن الرمادي؟ اقول له انا مختلف معاه تماما، لان الكلام ده ما ينفعش يتقال بينه وبين الراجل. الكلام ده المفروض يتقال في مؤتمر صحفي مثلا، كان يبقى مبلوع شويه، انما بينه وبين الراجل ده بيقلل من مجهود ايمن الرمادي، او بيسخر منه الى حد ما، يعني اكتر منها سخريه من انه بيشجعه. هو كده بيسخر منه، يعني بيتريق عليه بمعنى اصح. دي من وجهة نظري، يعني ايه ما تتفهمش غير كده. اما لو كان قاله في المؤتمر الصحفي مثلا، او يعني عامة ما كانش قاله منه ليه كده، كان يبقى الموضوع معدي، يعني يعدي عادي، والراجل يعني بيشجع ايمن رمادي وبيقول له برافو عليك، وانك مدرب كويس، ويا ريت تستمر كده على طول قدام الفرق كلها مش قدام نادي بعينه. فده كان يبقى الطف، يعني شكله احسن من كده شويه. انما بينه وبينه ده أنا من وجهة نظري، يعني ان هو بيسخر منه وبيقلل من امكانياته بس. ده يعني ده ملخص بسيط لرأيي المتواضع من كلام فيريرا لايمن الرمادي. بالنسبه لشيكابالا وطرد شيكابالا من قائمه نادي الزمالك في مباراه الداخليه، كلنا عارفين طبعا ان شيكابالا ابن النوبه وابن اسوان، وهو من الحته دي. فطبعا شيكابالا ليله المباراه الساعه 2 بالليل عمل عزومه للاعيبه رنجه وفسيخ. فطبعا يعني صبحوا تاني يوم اتغلبوا. عارفين يا جماعه لو ما كانش الزمالك اتغلب كانت الامور عدت عادي، وكانوا احتفلوا كمان بالاكله دي. لكن الزمالك اما سقط، الناس المحترمين دول يوم الجمعه لبسوا وتشيكوا وبقوا على سنجة 10 وقالوا لأسرهم عندنا هوا الساعة 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي الأهلاوية في كل مكان في الدنيا. أهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن نقطتين. النقطة الأولى الناس المحترمين دول وسكريبت قناة نادي، والنقطة الثانية هي ملخص بسيط لمباراة الأهلي وبيراميدز وطريقة لعب كولر اللي لعب بيها قدام تاكيس جونياس. في البداية وقبل ما نقول أي حاجة، تعالوا معانا نصلي على حبيبنا وشفانا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وزي ما قلت في بداية الفيديو، الناس المحترمين دول لبسوا وتشيكوا يوم الجمعة وقالوا لأسرهم إن إحنا عندنا هوا الساعة. الناس دي ركبت عربياتها وراحوا على مدينة الإنتاج الإعلامي، والأستاذ خالد لطيف أدار الاستوديو بمهارة فائقة. في حلقة نارية بدأت المقدمة في إنجازات سيادة المستشار مرتضى منصور، عن دور المستشار مرتضى في الإنجازات اللي داخل نادي الزمالك. وبعد كده كل ضيف بالترتيب بيتكلم عن براعة المستشار مرتضى منصور، وكفاءة المستشار مرتضى منصور، وخبرة المستشار مرتضى منصور، وأخلاق المستشار مرتضى منصور بالترتيب كده. وبعد كده كل واحد فيهم بيتكلم عن العقبات اللي بتقابل نادي الزمالك وازاي بيتعامل معاها المستشار مرتضى منصور
عقبة عقبة، وازاي كمان بيتخطى هذه العقبات بمنتهى البراعة والأريحية، وعن كفاءة وخبرة وأخلاق مستشار مرتضى منصور. بعد كده بيتفرجوا عن تقارير إنجازات مستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك، سواء إنجازات إنشائية أو إنجازات اجتماعية أو إنجازات رياضية. وبعد كده كل واحد فيهم بيعلق على التقرير وعن براعة وأخلاق مرتضى منصور وعن كفاءته. وبعدين يتفرجوا على لقاء مطول للمستشار على أجزاء مع ذوي الهمم والبراعم، ويتكلموا بعد كل جزء عن براعة وكفاءة وأخلاق مستشار مرتضى منصور وكمان عن خبرته. وبعدين يتفرجوا على لقاء مفتوح مع المستشار بيتم إذاعته على أجزاء، حوالي 4 أو 5 أجزاء تقريبا. بعد كل جزء كل واحد فيهم يعلق على الجزء ده، وهو بيعلق لازم يتكلم عن أخلاق وكفاءة وحنكة مستشار مرتضى منصور وإزاي بيتعامل مع الأمور. بعد كده المستشار بنفسه بيعمل لهم مداخلة على القناة عشان كل واحد فيهم يقعد ساكت ويسمع بدون مقاطعة، بدون اي مقاطعه. في اخر الكلام خالص وبعد ما يخلص الكلام كل واحد فيهم بيعلق على كفاءه وخبره وحنكه واخلاق مستشار مرتضى منصور. بعد كده بيقوموا يروحوا. هو ده سكريبت الفريق ده من ساعه ما بيطلعوا من البيت لحد ما بيروحوا البيت. وده كان يوم الجمعه. يوم الجمعه ده كل يوم تقريبا، كل يوم تقريبا على كده، ده كل يوم تقريبا سكريبت كل يوم في قناة نادي الزمالك. تعالوا بقى نتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز. مباراة قوية جدا جدا. شوط أول رائع جدا للنادي الأهلي، شوط تاني يعني نقدر نقول نص ونص. يعني الأهلي ادهم الكرة وبدأ يلعب بطريقة جهنمية. كولر عرف يتعامل مع تكيس جونياس في هذه المباراة، اداله الكوره وبدا يلعب من وراه عن طريق الهجمات المرتده. حسين الشحات وبرينو سافيو اللي ما كانش على المستوى في هذه المباراه لحد ما طلع واحمد عبد القادر كمل مكانه. مباراه قويه جدا من جانب النادي الاهلي. غلطات قليله من لاعيبه النادي الاهلي عكس كل المباريات السابقه اللي كان فيها النادي الاهلي بيستقبل اهداف في شباكه على مدار 3 أو 4 مباريات الأخيرة. المباراة دي بالذات يعني كانوا واقفين كويس، كانوا كلهم تحت الكورة بينفذوا خطة المدير الفني اللي طلع قال بعد المباراة في المؤتمر أنا كنت محفظهم اللعبة دي والأمور مشت زي ما هو عايز وزي ما هو متوقع، وفعلا نجح في اقتناص ال3 نقط الغالية جدا من فريق قوي زي نادي بيراميدز اللي كان حابب يوقف قطر نادي الاهلي ويهدي الصداره لنادي الزمالك بعد ما سقط في بئر اسوان وخسر ال3 نقط وعاد بالقطر بدون نقاط من اسوان. فعشان كده النادي الاهلي قدر يقتنص الفرصه وعاد للصداره مره اخرى بعد فوزه على نادي بيراميدز واخذوا ال3 نقاط الغاليه جدا 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 في مباراه ولا اروع ولا احلى من كده. كولر عرف يتعامل ازاي مع مباراه بيراميدز. هو كده النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب غير قدام الفرق القويه. بتظهر مهارات لاعيبه النادي الاهلي قدام الفرق اللي عايزه تكسب او قدام الفرق اللي بتفتح طريقه لعبها. لما تجيب لي 11 لعيب واقفين ورا الكوره انت مستني من 5 6 لاعيبه هيعملوا ايه مع ال11 لعيب ايا كانوا هم مهاراتهم ايه؟